ايه هي السودو اللي كل شويه نكتبها قبل اي امر واحنا شغالين على الكالي لينكس؟ ببساطه هي اختصار لسوبر يوزر دو. بنستخدمها علشان نكتب الاوامر كروت او كادمنستريتور زي الويندوز كده، لاننا في العادي بنكتب الاوامر باليوزر الديفولت وهو كالي. لكن في مجموعه من الاوامر لازم يكون لها بيرميشن او اذن عن طريق الادمنستريتور او في اللينكس طبعا الروت. طيب ليه ما نستخدمش يوزر الروت ده طول الوقت بدل ما كل شويه نكتب سودو ونكتب باسورد او يطلب مننا ان احنا نكتب الامر ده بالروت بيرميشن؟ هقول لك ان احنا ممكن نعمل كده، لكن ده مش صح بنسبه 100% بالنسبه للسكيورتي الخاصه بجهازك. فالافضل انك تشتغل بيوزر عادي وهو الكالي، ولما تحتاج انك تكتب امر بالروت بيرميشن تقدر ساعتها تستدعي السودو وتكتب باسورد الادمنستريتور او الروت. زياده على كده، انا لو عملت كرييت ليوزر جديد فانا مش عايز اليوزر ده يقدر يغير او يمسح ملفات او يغير في اي ملفات حساسه او اي اعدادات جوه الجهاز عن طريق طبعا السودو او تفعيل يوزر الروت طول الوقت. فالافضل طبعا ان انا اديله صلاحيه وقت ما احتاج لكده. وبرضه انا ممكن اشتغل بيوزر الروت طول الوقت طول ما انا شغال على الجهاز على اي بروجكت. كل اللي عليا هكتب سودو اس يو وانتر. اس يو هنا بترمز لسوبر يوزر. هنلاقي يوزر الكالي عندنا بقى روت، وده طبعا هيغنينا عن اننا كل شويه نكتب سودو قبل اي امر ونكتب بعديها الباسورد. لو جينا دلوقتي وفتحنا تاب جديده هنلاقي ان يوزر الروت اتغير وبقى اليوزر العادي تاني وهو الكالي. فانت متاح انك تستخدم يوزر الروت على التاب دي بس، ولو عايز تفعلها على التاب التانيه لازم برضه تروح تكتب عندها سودو اس يو.